يا جدعان ديربي الاهلي والزمالك ده حكايه مش بس في الملعب، لا 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 لا، الموضوع وصل للسوشيال ميديا كمان. تعالوا نشوف مين سابق مين وايه الحكايه بالظبط في دقيقه واحده. بص يا صاحبي، الاهلي دلوقتي طاير في السوشيال ميديا، اكتر من 57 مليون متابع على كل المنصات. يعني اي بوست او اي اعلان الاهلي هيعمله هيجيب الملايين في ثواني. الزمالك برضو عنده قاعده جماهيريه كبيره، حوالي 15 مليون متابع على كل السوشيال ميديا. بس طبعا الفرق ده كبير جدا، لان الفرق ده بيترجم بكل سهوله لفلوس. ده اللي بيجيب صفقات رعايه بملايين، زي عقد لسه البرزنتيشن عامله ب 2.5 مليار جنيه، وده مخلي الاهلي داخل على ميزانيه واصله ل 8 مليار جنيه. ده غير ارباح السوشيال ميديا اللي وصل لها الاهلي في اعلان زيزو لمليار و150 مليون جنيه في 24 ساعه بس. الزمالك برضو واصل لمرحله الى حد ما مش وحشه. الزمالك عمل عقد برضو مش بطال، 3 مليون دولار من نايك خلال 3 سنين. صفقات رعايه برضو زي النيل للتطوير العقاري ب 50 مليون جنيه في السنه. بس لسه في عجز كبير جدا في ميزانيه الزمالك اللي وصلت ل 376 مليون جنيه، رغم ان النادي ككل الفائض الميزانيه بتاعته 190 مليون. نيجي نشوف الفرق بقى اللي وصل له الناديين، ان الاهلي القيمه التسويقيه بتاعته 58 مليون يورو، انما الزمالك واصل ل 18 مليون يورو. وده طبعا بيأثر بحاجات كتيره جدا على مين يروح اي نادي فيهم، وعقود الرعايه نفسها على اي نادي هيفيد اكتر الشركه. الزمالك محتاج تغيير كامل وشامل. يعني مثلا انا لما اشوف للاهلي اعلان كل فتره على التلفزيون ده حاجه، وان الزمالك ما يشوفلوش اعلانات اصلا دي حاجه تانية خالص. الزمالك مثلا محتاج يزود الرعاه بتوعه ان هم ياخدوا اوفرات كتيره جدا بارقام قليله شويه، ويركز اكتر على السوشيال ميديا علشان الفولورز اللي عنده دول يحولهم لفلوس، زي ان هو مثلا يعمل لهم منتجات. اهم حاجه الاستقرار الاداري والمالي، سبب لان دوت اللي بيخلي الدنيا تعلى او الدنيا تقل. وعموما المنافسه دي في صالح الكوره المصريه، وكلنا عايزين نشوف الفوارق دي تبتدي تقل او تبتدي تزيد، لكن يبقى في منافسه فعلا. تفتكر الزمالك هيقدر يصغر الفجوه اللي ما بينه وبين الاهلي، ولا الاهلي الفتره الجايه هيبتدي يزود الفرق ده؟ شاركني برايك في الكومنتات. تشاو.